بيبدأ المسلسل ومهاد بيوعد كوثر إنه هيبعد عن سهر نهائي ومش هيقرب لها، وإن ده هيكون آخر لقاء بينهم. لكنه بيتفاجئ إن كوثر بتتمنى إن دعائه ما يستجابش، وبتقوله إن قلب بنتها ضعيف وبدأت تحبه لأنه سكن قلبها وهي دلوقتي في مرحلة حرجة، وبتطلب منه يعمل حاجة تخلي سهر تبعد عنه وتكرهه خالص عشان تركز في تعليمها وتنساه. مهاد بيسمع كلامها وبيمشي وهو مش قادر ينسى ذكرياته مع سهر. كوثر بتروح الأوضة لبنتها وتطمن إن نسبة الهيموجلوبين بقت طبيعية وتشكر الدكتورة. سهر لما بتفوق بتفضل تدور بعينيها في الأوضة على أمل تلاقي مهاد، ومامتها بتعرفها إنه جه بس هي اللي مشيته. سهر بتمسك إيد مامتها وتشكرها وبتقول لها إن ده هو الصح، وبتقوم تبص من الشباك وهي ندمانة وبتقول لمامتها إنها أحرجت نفسها قدام مهاد. كوثر بتطلب منها تحكي كل اللي مخبياه، وبتقول لها إن حبها ليها مش هيقل مهما غلطت. فسهر بتقول لها إن مهاد كسر قلبها لأنه ما أنكرش اللي عمله مع نظمة، وإن مشاعره طلعت كدبة. وبتحكي لمامتها إنها قالت له كل اللي في قلبها وهو فضل ساكت. مامتها بتمسك إيديها وتطلب منها ما تزعلش لأنها بقت حرة، وسهر بتفضل تعيط بس فرحانة إنها عرفت حقيقته. بنرجع للقصر ونظمة بتلم شنطتها وعايزة تسيب البيت وبتودع أهلها اللي مش طايقينها بسبب اللي عملته، ووسيم بيقفل الباب في وشها. بتلاقي مهاد مستنيها تحت وبتقوله إن باباها طردها وإنها مش هتكون عائق بينه وبين سهر، بس هو بيبقى مش طايقها وبيطلب منها تعتذر له. نظمة بتستغرب وبتحس إن في حاجة، وبتعتذر وتطلب منه يسامحها وتوعده مش هتكرر غلطتها. مهاد بيأكد لها إنها عملت خطيئة كبيرة ولازم يكفروا عنها سوا، وإنها لازم تقبل بأي عقوبة بس ما تمشيش من البيت. وبتفرح جدا لما بيقول لها إنه هيخطبها، وده طبعا عشان يكسر قلب سهر فتبعد عنه وتشوف حياتها. وقرر يحول التمثيلية دي الحقيقة ويتجوزها فعلا. مهاد بيمشي وهو متضايق عكس نظمة اللي طايرة من الفرحة. في الناحية التانية سهر متجهز نفسها وبتمضي هي ومامتها ورق الخروج من المستشفى، وبالصدفة بيلاقوا زحمة ودوشة، وواحدة من سكان المدينة جايبه لها أكل، وبتقول لها لولا ليكي انتي والسيد مهاد كان الساحر قضى علينا. وبيعرفوها إن مهاد ضرب الساحر علقة موت لحد ما الشرطة جت وقبضت عليه. سهر بتنصدم بس بتقرر ما تفرحش لأنها فاكرة إنه بيحب نظمة وبيعمل كده عشان المنظرة. بنرجع لمهاد وهو متعصب وبيراجع الحسابات وبيقطع الورق، والموظفين مرعوبين منه. وبيجيله تليفون إن زوجته خرجت من المستشفى ولازم يجي حالا عشان الناس متجمعين هناك. في الوقت ده الدكتور فريد بيبقى قاعد لوحده وبيفتكر أمل لما اتخانقت معاه وقالت له إنهم كذابين وهي مش بنتهم الحقيقية، وضميره بيأنبه ونفسه يقول الحقيقة بس خايف يخسر كل حاجة. وبيتفاجئ بكوثر قدامه بتديله منديل عشان بيعيط، وبيعتذر لها إن أعصابه بايظة وبيطلب منها تقعد، وبتطلب منه يقول لها الحقيقة لأن عينه باين فيها الكذب. بنرجع لسهر وهي واخدة الأكل من أهل المدينة، والأكل كان هيقع منها بس مهاد بيجي في وقته ويلحقه. فبتفضل تبصله باستغراب لأنها ما كانتش متوقعة يجي، وهو بيشيل عنها الأكل لأنه تقيل، والكل بيمدح في حبهم لبعض وبيدعوا ليهم. مهاد بياخد سهر للأوضة ويجيب لها كرسي ترتاح، وبيفرح لما يلاقيها كويسة، وبتديله فوطة يمسح وشه. بيخرج للناس يشكرهم ويطلب منهم يمشوا، وبيرجع لسهر فبتقفل الباب وهي متعصبة وتشكره ببرود إنه أنقذها، وبتقوله إن أي حد مكانه كان هيعمل كده بحكم إنه المفتي الجديد. سهر ما كانتش طايقاه وشايفة إنها حبت الشخص الغلط، وطبعا مش عارفة إنه بيموت فيها، وبتتهمه تاني إنه كذاب وتطلب منه يحط الفوطة مكانها. بتسأله ليه جه وهو بيكرهها، فبيسكت عشان مش عايز يكذب، وهي بتضايقه بالكلام عشان ينطق بس هو بيفضل ساكت. سهر بتشكر في أمورتها وإنها قوية وشالت كتير، وبتوعده إنها هتعمل المستحيل عشان تبعد عنه، وتطلب منه هو كمان يبعد عنها وتسيبه وتمشي. بنرجع لكوثر مع الدكتور فريد بيديها تقارير سهر وعلاج ويطلب منها تيجي الأسبوع الجاي، وبيكون متوتر جدا وعايز يقول لها إن أمل بنتها بس مش قادر، فبيسيبها ويمشي. وسهر وهي ماشية كانت هتبدأ تدوخ وتقع بس مهيد ما بيرضاش يروح لها، ومامتها بتيجي تاخدها وتمشي. نظمة بتبقى قاعدة مع حسنى ومبسوطة لحد ما فاطمة بتيجي وتتخانق معاها وتطلب منها تمشي عشان مهيد لو شافها هيتخانق معاها، فنظمة بتصدمها وبتقول لها إنه هيخطبها.
حسنى بتبقى طايرة من الفرحة إنهم هيخلصوا من سهر ويوصلوا لهدفهم، وفاطمة بتبقى متأكدة إن مهيد لو شاف سهر هيتراجع، بس حسنى بتأكد لها إن مهيد راجل وكلمته واحدة، وإنه تأكد إن سهر قاصر 16 سنة، فمستحيل تعيش في بيت عيلة نيازي، وعشان كده هيتجوز نظمة. مهيد بيقابل بنته ومامتها وعايزين يقابلوا سهر عشان أنقذتهم، فبيعرفهم إنها في المستشفى وبيمشي عشان شغله. سهر في الوقت ده في البيت ومامتها بتديها الدواء، فبتسد مناخيرها وتشربه غصب عنها، وصفية واقفة تتفرج عليهم وتروح لبرفيز وتتخانق معاها، وسهر بتسمعها وبتقرر تقوم تتخانق معاها وتعرفها إن جوزها هو اللي رجعهم البيت غصب. سهر بتقعد قدام باباها وتعرفوا إنها وفت بوعدها ووزعت الصدقات مع مهيد، وجه الوقت اللي يقول لها مكان أختها منيرة، بس باباها بيزعق لها. سهر شخصيتها اتحولت وبقت قوية هي ومامتها، وكوثر بتلومه لأنه خد بنتهم وهي صغيرة وباعها لدار الأيتام عشان يقرب من عيلة نيازي. برفيز بيقف قدام كوثر وسهر عشان يمنعهم يمشوا، وبيأكد لها إنه باع بنتهم لأنه ما كانش معاه فلوس وما كانش هيتحمل مصاريف بنت. سهر بتستشهد بآيات من سورة النساء وبتعرفه إنها مش هتسكت وهتفضحه في كل مكان. برفيز بيشترط عليهم يدوله فلوس كتير عشان يقول لهم مكان منيرة، وكوثر بتوافق وتمشي وتعدي من قدام مهيد، بس ما بياخدش باله. مهيد بيشوف الهدايا اللي البنت جايباها لسهر وبيروح لها البيت وبيقف بعيد يسمعهم وهم بيتكلموا عليه، وبيحط الهدايا من الشباك. البنت بتقول لسهر إنها شبه غزالة مامة مهيد، ومهيد بيتصدم ويفتكر مامته. سهر بتسأل عنهم عن السيدة غزالة، فبيبدأوا يمدحوا فيها، وسهر بتبقى متأكدة إن خيال مهيد موجود. البنت بتحكي إنها قابلت غزالة في المكتبة وكانت بتحب القراءة، ومهيد بيفتكر مامته وهي بتقوله إنها بتحبه ومستحيل تسيبه، وبيدعي لها بالرحمة. مهيد بيتأثر ويعيط لأنه أول مرة يسمع حد بيشكر في مامته. برفيز بيفضل يجري ورا كوثر، وصفية بتطلب منه يرجع البيت ويهتم بيها هي وبس، وبنرجع لسهر اللي شايفة مهيد وهو بيعيط بس مش عارفة تداوي جروحه، وهو بيمسح دموعه ويمشي. فاطمة بتتخانق مع بنتها وخايفة من الكوارث اللي هتحصل، وبتقول لها إن سمعتها هتتدمر في المدينة، بس نظمة بتقول لها إن الموضوع اتحل ومهيد هيتجوزها. سهر بتقرر تروح المكتبة تجيب كتب تضيع فيها وقتها، ومهيد في الوقت ده بيصلي وبيدعي لمامته. سهر بتوصل للمكان وهي خايفة، وبالصدفة الشال بتاعها بيتمسك في الجدار ويتقطع، وبتوصل للأوضة بس مفيش شبكة. مهيد بيشوف خيط الشال المقطوع ويتأكد إنها موجودة، وأول ما بتسمع صوته بتستخبى. بنروح لأمل وفريد، وسلطان بتأكد لبنتها إن تحليل الDNA طلع إنها بنتها الحقيقية، وفريد بيبقى مصدوم. مهيد بيشوف أثر قدم سهر وبيفتكر إنها خرجت فبيمشي. سهر في الوقت ده بتشوف حفرة فيها كتاب، وأول ما بتفتحه بتلاقي اسم مامة مهيد وتعرف إن دي مذكراتها. سهر بتقرأ إن بيت عيلة نيازي كان سجن لغزالة، وإنها حاولت تهرب وفشلت، وإنها ما سابتش المدينة عشان خاطر ابنها مهيد، وإن عيلة نيازي لو عرفوا إنها هتفضحهم هيقتلوها. سهر بتنصدم لأن مهيد قال إن مامته انتحرت ما اتقتلتش، وبتلاقي ورق كتير مقطع، وبتتأكد إن اللي حاول يدمر مهيد هو نفسه اللي خلص على غزالة، والشخص ده هو وسيم. فتفتكروا حسنى معاه هي والسيد عثمان ولا هو لوحده؟ وإيه الخطة اللي سهر هتعملها عشان تكشفهم؟ وهل هتنجح ولا لأ؟ وعشان تشوفوا كل الحلقات الجاية اعملوا اشتراك للقناة ولايك للفيديو، واستنوني كل يوم بحلقة جديدة الساعة 5 العصر بتوقيت مصر، وأشوفكم على خير بكرة، ويلا سلام.